التركيز على التعمق في القرآن، وهو تدوين ما أنجزته يوميا مثل عدد الصفحات وأهداف شخصية مثل التخلص من عادة سيئة أو اكتساب عادة جديدة. حفاظ على طاقتك خلال رمضان دون الشعور بالإرهاق. العبادات، تنظيم الوقت. الصيام المفاجئ لساعات طويلة قد يكون صعبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان على الأبواب، الشهر اللي كلنا بنستناه بفارغ الصبر، لكن السؤال المهم، هل إحنا مستعدين له فعلا ولا هنستقبله بنفس العشوائية اللي بنبدأ بيها كل سنة؟ النهاردة هنتكلم عن 5 خطوات بسيطة لكن فعالة تقدر تخليك تستقبل رمضان بروح جديدة وحماس غير عادي. يلا نبدأ. أولا، تجديد النية والاستعداد النفسي. رمضان شهر الخير والبركة، وهو فرصة عظيمة لكل مسلم لتجديد نيته وتقوية علاقته بالله. ومع اقتراب هذا الشهر الكريم من المهم أن نبدأ بالاستعداد له روحانيا ونفسيا حتى نحصل على أكبر فائدة منه. 5 خطوات هتساعدك على تجديد النية والاستعداد لشهر رمضان. أولا، تصفية القلب وتجديد التوبة. قبل أن نبدأ في أي استعداد علينا أن نراجع قلوبنا وننقيها من أي ضغائن أو مشاحنات. التوبة الصادقة من الذنوب والمعاصي هي أول خطوة لاستقبال رمضان بقلب نقي. فكر في الأمور اللي بتحتاج لتصحيح في حياتك، سواء كانت في علاقتك مع الله أو مع الناس. استغفر الله بصدق وابدأ في إصلاح علاقاتك مع الآخرين، سواء كان ذلك بطلب السماح ممن أخطأت في حقهم أو بمسامحة من ظلمك. دخول رمضان بقلب صافي بيجعل العبادة أكثر تأثيرا ويمنحك شعورا بالسلام الداخلي. ثانيا، تحديد نوايا واضحة لشهر رمضان. النية هي أساس كل عمل، وهي اللي بتحدد مدى تأثيره وقبوله عند الله. لذلك جدد نيتك بأن يكون رمضان هذا العام مختلفا عن السنوات السابقة، وضع أهدافا واضحة مثل زيادة الخشوع في الصلاة وختم القرآن أكثر من مرة، والتوقف عن عادة سيئة والبدء في عادة حسنة، الاستمرار في عمل خير معين مثل الصدقة أو مساعدة المحتاجين. كتابة النوايا ووضعها في مكان واضح يساعد على الالتزام بها طوال الشهر. ثالثا، التدرج في العبادات قبل رمضان. الانتقال فجأة من حياة يومية مليئة بالمشاغل إلى شهر مليء بالصيام والعبادة قد يكون صعبا على النفس. لذلك ابدأ بالتدرج في العبادات قبل رمضان، مثل صيام أيام من شهر شعبان لتعويض ما فات ولتعويد النفس على الصيام. قراءة جزء من القرآن يوميا حتى يكون ختمة في رمضان أسهل. المحافظة على السنن والرواتب وقيام الليل ولو بركعتين قبل النوم. تقليل وقت مشاهدة التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي واستبدالها بالذكر والتسبيح. هذا التدرج بيساعد في استقبال رمضان بنفسية مهيئة للعبادة، فلا يكون التغيير مفاجأة وصعبة. رابعا، تجهيز بيئة محفزة على العبادة. البيئة المحيطة بتلعب دور كبير في تعزيز روحانيات رمضان. لذلك قم بإجراء بعض التغييرات مثل ترتيب مكان الصلاة وجعله مريحا وهادئا، وتحضير قائمة بالأذكار والأدعية الرمضانية وتعليقها في أماكن واضحة. تجهيز المصحف أو تطبيقات القرآن الإلكترونية ليسهل عليك القراءة في أي وقت. تقليل مصادر التشتت مثل التلفاز والهاتف أثناء وقت العبادة، والاتفاق مع أفراد العائلة على جدول يومي للعبادة مثل صلاة جماعية أو جلسات ذكر. وجود بيئة محفزة بيساعد في الاستمرارية والالتزام بالعبادة خلال الشهر الكريم. خامسا، الدعاء والاستعانة بالله. الاستعداد الحقيقي لا يكتمل إلا بالدعاء الصادق، بأن يرزقنا الله الإخلاص والقبول في رمضان. واجعل الدعاء عادة يومية، واطلب من الله أن يبلغك رمضان وأنت في صحة وعافية، وأن يوفقك فيه لما يحب ويرضى. ومن الأدعية الجميلة التي يمكن قولها: اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا من عتقائك من النار. بهذه الخطوات ال5 يمكنك الاستعداد لرمضان بطريقة عملية وروحانية، مما يضمن لك تحقيق أكبر استفادة من هذا الشهر العظيم. ثانيا، وضع خطة واضحة للشهر. شهر رمضان فرصة ذهبية لتقوية علاقتنا بالله وتحسين عاداتنا وتحقيق أهدافنا الروحية والشخصية. ولكي نستفيد منه بأقصى قدر ممكن، من المهم أن نضع خطة واضحة تساعدنا على تنظيم وقتنا واستثمار الشهر الكريم بشكل أفضل. في 5 خطوات عملية لوضع خطة فعالة لرمضان. أولا، تحديد الأهداف الرمضانية بوضوح. أول خطوة لوضع خطة ناجحة هي تحديد الأهداف اللي بتريد تحقيقها خلال رمضان. هذه الأهداف يجب أن تكون واضحة وقابلة للقياس حتى تستطيع متابعتها. يمكن تقسيم الأهداف لعدة مجالات: روحانيا عن طريق ختم القرآن مرة أو أكثر والمحافظة على قيام الليل والإكثار من الذكر والدعاء. سلوكيا، التخلص من عادة سيئة مثل الغضب أو كثرة الكلام غير المفيد واستبدالها بعادة حسنة مثل الصبر والهدوء. اجتماعيا، صلة الرحم، قضاء وقت أكثر مع العائلة، المساهمة في الأعمال الخيرية. صحيا، تناول طعام صحي، تقليل السكريات، وممارسة الرياضة خفيفة بعد الإفطار. بعد تحديد الأهداف اكتبها في مفكرة أو على هاتفك بحيث تكون أمامك دائما
كمصدر تحفيز. ثانيا، تقسيم الشهر إلى مراحل وتحديد الأولويات. رمضان 30 يوم، ويمكن تقسيمه إلى 3 مراحل، 10 أيام لكل مرحلة، حيث تركز في كل مرحلة على أهداف محددة. على سبيل المثال، ال10 الأوائل التدرج في العبادات، تنظيم الوقت، ضبط العادات الغذائية. ال10 الوسطى التركيز على التعمق في القرآن والعبادات وتحسين العلاقات الاجتماعية. ال10 الأواخر تكثيف العبادة والاعتكاف إن أمكن، والاستعداد لليلة القدر. وتحديد الأولويات لكل مرحلة بيساعدك على عدم الشعور بالضغط والإنجاز التدريجي دون التشتت. ثالثا، وضع جدول يومي لتنظيم الوقت. تنظيم الوقت أمر ضروري للاستفادة من كل لحظة في رمضان. يمكن أن يشمل الجدول اليومي قبل الفجر، السحور، صلاة الفجر، أذكار الصباح، قراءة القرآن. في الصباح أداء المهام اليومية والعمل أو الدراسة وتجنب الإرهاق. الظهيرة صلاة الظهر، قيلولة خفيفة لتعويض قلة النوم. والعصر تحضير الإفطار وقراءة القرآن والدعاء قبل المغرب. بعد الإفطار صلاة التراويح والجلوس مع العائلة ومتابعة دروس دينية. قبل النوم أذكار المساء ومحاسبة النفس والاستعداد لليوم التالي. يمكن تعديل الجدول حسب ظروفك اليومية، لكن المهم أن يكون متوازنا بين العبادة والعمل والراحة. رابعا، استخدام وسائل تحفيزية للالتزام بالخطة. من المهم أن تجعل خطتك ممتعة ومحفزة حتى لا تشعر بالملل أو الإحباط. يمكن تحقيق ذلك عن طريق تسجيل الإنجازات يوميا، وهو تدوين ما أنجزته يوميا، مثل عدد الصفحات اللي قرأتها في القرآن أو عدد الركعات اللي صليتها قياما. تحدي نفسك، مثلا زيادة مدة الصلاة أو قراءة القرآن كل يوم أكثر من اليوم السابق. المكافآت، منح نفسك مكافأة بسيطة عند تحقيق هدف معين، مثل تناول وجبة مفضلة أو مشاهدة برنامج هادف. والمشاركة مع الآخرين عن طريق أنه يمكنك أن تنضم إلى مجموعة من الأصدقاء أو العائلة لتحفيز بعضكم البعض على تحقيق الأهداف. خامسا، المرونة والمتابعة المستمرة. رغم أهمية الالتزام بالخطة، يجب أن تكون مرنة بما يكفي لتناسب ظروفك اليومية، ولا تشعر بالإحباط إذا لم تحقق كل الأهداف في بعض الأيام، بل ركز على الاستمرار وتحسين الأداء. قم بمراجعة خطتك أسبوعيا وتعديلها إذا لزم الأمر حتى تتناسب مع التحديات التي قد تواجهها خلال الشهر. أخيرا، وضع خطة رمضان بيساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الشهر الكريم دون تضييع الوقت. حدد أهدافك، نظم وقتك، وحفز نفسك، وتابع تقدمك بمرونة. بهذا الشكل ستتمكن من جعل رمضان هذا العام أفضل من أي رمضان مضى، وتخرج منه بروح أقوى وعادات أفضل. ثالثا، تدريب النفس قبل رمضان. شهر رمضان فرصة عظيمة لتجديد الإيمان وتقوية العزيمة، لكنه يتطلب استعدادا نفسيا وروحيا حتى نستفيد منه بشكل كامل. إذا دخلنا رمضان دون تدريب مسبق، قد نجد صعوبة في التكيف مع الصيام والعبادة المكثفة. لذلك إليك 5 خطوات عملية لتدريب النفس قبل رمضان. أولا، التدرج في الصيام. الصيام المفاجئ لساعات طويلة قد يكون صعبا على الجسم، لذلك يفضل البدء بالصيام قبل رمضان، خاصة في شهر شعبان، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يمكنك صيام يومي الاثنين والخميس، أو صيام الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر الهجري. تقليل كميات الطعام أثناء النهار لتعويد الجسم على فترات صيام أطول. تقليل تناول الكافيين والسكر لتجنب الصداع والإرهاق في الأيام الأولى من رمضان. هذا التدريب بيساعد الجسم على التأقلم مع الصيام، مما يجعل الأيام الأولى من رمضان أسهل وأخف. ثانيا، ضبط أوقات النوم. الكثيرون يواجهون مشكلة اضطراب النوم في رمضان بسبب السهر الطويل. لتتجنب ذلك، ابدأ بالنوم مبكرا والاستيقاظ قبل الفجر بفترة كافية لتناول السحور وصلاة الفجر. قلل من استخدام الهاتف والتلفاز قبل النوم لتجنب الأرق. حاول تخصيص وقت القيلولة خلال النهار حتى تعود جسمك على نمط النوم الجديد. بهذه الطريقة ستتمكن من الحفاظ على طاقتك خلال رمضان دون الشعور بالإرهاق. ثالثا، التدرج في العبادات. من الصعب أن تنتقل فجأة من عبادات قليلة إلى عبادات مكثفة في رمضان، لذا من الأفضل التدرج في العبادة قبل حلول الشهر الكريم. يمكن أن تبدأ بقراءة القرآن يوميا ولو صفحة واحدة، ثم زيادة العدد تدريجيا. أداء السنن الرواتب مع الصلوات الخمس لزيادة الخشوع. القيام بركعتين من قيام الليل يوميا قبل النوم. زيادة الأذكار والاستغفار خلال اليوم. تدريب على هذه العبادات يجعل الالتزام بها في رمضان أسهل وأكثر استمرارية. رابعا، تهذيب النفس والتحكم في العادات. رمضان ليس فقط عن الامتناع عن الطعام، بل هو أيضا شهر تهذيب النفس وضبط السلوك. لذا من المهم البدء في التخلص من العادات السيئة، مثل تقليل الغضب والتدرب على ضبط النفس عند الانفعال، وتجنب كثرة الكلام غير المفيد أو الغيبة والنميمة، تقليل مشاهدة المحتوى غير المفيد أو ملهي عن العبادات، التحكم في عادة الإكثار من الأكل خاصة عند الشعور بالملل أو التوتر. والتحكم في هذه الأمور قبل رمضان بيساعد على تحقيق روحانية أكثر خلال الشهر الكريم. خامسا، إعداد خطة يومية لرمضان لكي لا يضيع رمضان دون إنجاز من
الأفضل وضع خطة واضحة تشمل جدول للعبادة مثل تحديد أوقات معينة لقراءة القرآن والصلاة والذكر، وقائمة بالأعمال الصالحة اللي تريد القيام بها مثل التصدق أو مساعدة الآخرين، وأهداف شخصية مثل التخلص من عادة سيئة أو اكتساب عادة جديدة، وتحديد أولوياتك اليومية حتى لا يضيع الوقت في أمور غير مفيدة. وضع خطة مسبقة يجعلك تدخل رمضان وأنت مستعد ذهنيا وروحانيا، مما يضمن لك تحقيق أقصى استفادة من الشهر. وأخيرا، الاستعداد لرمضان ليس مجرد تحضير للطعام أو شراء مستلزمات الشهر، بل هو تهيئة للنفس والجسد لاستقبال هذا الضيف العظيم بروح قوية وعزيمة صادقة. والتدرج في الصيام، ضبط النوم، والتمرن على عبادات تهذيب النفس، وضع خطة واضحة، كلها أمور تجعل دخول رمضان سلسا وأكثر بركة. ابدأ من الآن ولا تنتظر حتى تأتي أول ليلة في رمضان، فالتدريب المسبق يضمن لك رمضان مليئا بالروحانيات والإنجازات. رابعا، الاستعداد العملي والمنزلي. تجهيز جدول للأكل الصحي، حاول يكون الأكل في رمضان متوازن عشان ما نحسش بخمول بعد الفطار. تنظيم البيت، استغلال الوقت قبل رمضان في ترتيب البيت عشان ما تضيعش وقتك تنظيفه في وقت العبادة. تجهيز قائمة بالأعمال اللي عايز تنجزها قبل رمضان عشان تكوني فاضية للعبادة. خامسا، تعزيز الروحانيات وزيادة القرب من الله. رمضان هو فرصة لتجديد الإيمان وتقوية العلاقة بالله، فازاي نقدر نحقق ده؟ بقراءة وتدبر القرآن. رمضان شهر القرآن، ولو عايزين نستفيد منه لازم نقرأ ونفهم، والصلاة بخشوع مش مجرد تأدية واجب، لكن نحاول نصلي ونحس كل كلمة بنقولها، والإكثار من الدعاء. رمضان فرصة عظيمة للدعاء والاستجابة، فلازم نحط قائمة بأهم الأدعية اللي نفسنا فيها. حسن التعامل مع الناس، والصيام مش بس عن الأكل والشرب لكنه عن الأخلاق. لازم يكون عندنا صبر ونتجنب الغضب والكلام السيء. رمضان مش مجرد 30 يوم نصومهم وخلاص، ده شهر ممكن يكون بداية جديدة لحياتنا كلها. كل اللي محتاجينه إننا نبدأ صح، ولو اتبعنا الخطوات دي هنلاقي نفسنا دخلنا رمضان بروحانية مختلفة، وسنة عن سنة هتلاقي نفسك بتتحسن. قولولي في تعليقات ايه أكتر الخطوات ناويين تركزوا عليها السنة دي، ولو عندكم أي أفكار تانية لاستقبال رمضان شاركونا بيها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان غيركم يستفيد، ونشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله.